J'attends encore le calcul. حتى نشوفوا واش روسيا غدير ولا ما غديرش. لان الا كان فيتو ما كاينلاش تدخل كاع في هذا. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S 2024-796 lèvent la main. إلا كانت روسيا امتنعت لجلالة الملك والمغرب، يمكن لي نقول بأن منين بدا النقاش كان هادشي ما غيتحركش حتى نشوفوا واش روسيا غدير ولا ما غديرش. لأن إلا كان فيتو ما كاينلاش تدخل كاع في هذا. باش نرجعوا للنزاع كيف بدا وعلاش هذا النزاع كان. نحن اللي اسسنا البوليساريو مجموعه من الشباب المغربي. الولي كانت عنده جنسيه مغربيه قرا في الرباط. انا كانت عندي الجنسيه المغربيه قرا في اكادير. جينا واتصلنا بالاحزاب المغربيه علال الفاسي وعلي يعتى وعبد الرحمن بوعبيد، وقلنا لهم نحن مجموعه من الشباب الصحراوي واولاد جيش التحرير اعطونا باش نحرروا بلادنا الله يرحم والديكم. ضحكوا فينا قالوا لنا مشوا الدراري خلوا السياسه بعيده عليكم. ما تعاملوا معنا، مشينا لطنطا درنا مظاهرات في المقر. اش مقر؟ لان جاي الصحراء، كان جاوا الصحراء من الصحراء الاسبانيه من تندوف موريتان. درنا مظاهرات في طنطا. الصحراء تصبح حره واسبانيا تخرج برا بالكفاح والسلاح. نبدي الصحراء بلا روح. هلا طلبنا جدارة معنا السلطات المغربيه، شدونا وعطونا الهراوه تاع الصح وقالنا نروحوا الصحراء حروها للمغرب ما درناش فوضى هنا. وخرجنا، ومن خرجنا واسسنا البوليساريو. جا القذافي عنده الاموال الطايله قال لنا مرحبا ياك خاصك من المال، ها المال، وديروا لنا ثورات ضد المغرب وضد كل الانظمه الرجعيه في المنطقه. بعدين الجزائر خافت من القذافي يصبح نقطه مؤثره، قال لا ما تروحوش القذافي، روحوا عندي انا ندربكم ونسلحكم. اذا اسسنا تاسيسنا للبوليساريو هو خطا. ما تيريش اسمعني، نروح المغرب، بغينا نروح المغرب، نروح المغرب تاخذوا عنا ومن بعد تقتلوا اولادنا هنا، ندافعوا عنهم وتقتلوا اولادنا هنا بذنبنا. قاتلين خويا هنا، ديري في اسمع، ديري فيا يلا، ديري فيا يا معلم، دين باباك يا نعرفوهم غالطين باغيين يكسونا هون، قاتلين خوتنا هون يلعن الوالد. بغيت نقول بان المجلس صعيب كان، لان التكوين ديالو هنا نجيو لباكستان، غادي نجيو لغايانا، غادي نجيو للصومال. كل دوله عندها خلفيه، عندها مشاكلها، عندها لي فولنيرابيليتي، نقاط الضعف ديالها. يعني ماشي سهل. يعني المجلس اللي قبل راه كانت عندنا فيه الامارات، كانوا دول اللي اليوم عندك فيه الجزائر، عندك فيه غايانا، عندك فيه باكستان، عندك فيه سلوفينيا، عندك فيه الدنمارك. يعني حتى الدول الاوروبيه اللي هاد ماشي يعني الدنمارك سلوفينيا واليونان، هادو هما الدول الاوروبيه اللي يعني ماشي البرتغال والدول اللي قريبه لنا بزاف. نفس الشيء بالنسبه في اسيا، كوريا وباكستان في اسيا، غايانا وبنما في امريكا اللاتينيه. كاين الدول اللي كانوا مواقفها واضحه، امريكا، فرنسا، بريطانيا، هادو من البدايه، لان بعد الاشتغال اللي قام به جلاله الملك معهم وبشكل مباشر هاد الدول هذه غيرت الموقف. وكانت في التوجهات ديال جلاله الملك بان هاد الثلاثه هما الاساس باش جلاله الملك يدوز للمرحله المقبله اللي هي مرحله ديال القرار. سيراليون دوله حليفه، هادشي اللي كاين. بنما دوله يلاه سحبت الاعتراف هذه سنه، يعني باقا هشه. يعني فينا وفين 11 باش فينا وفين 11 داكشي بديتي لي 11 كانت نمشيو لثلاثه. تما بدا متابعه يوميه جلاله الملك، ولكن واحد اللحظه وصلنا ستة اللي يمكن بالطرق اللي 6 خصنا 9
تدخل مباشر، تفاعل مباشر جلالة الملك مع قادة باش نوصلوا لتسعود، ومن وصلنا لتسعود سالت 10 و11. شهرين في الصباح تنأمن 10 مرات، في الليل تنشك 20 مرة. شهرين تنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المسألة هذه، ماشي من حقي؟ هل من واجبي أم ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها. المسيرة الخضراء من التجديد إلى التغيير، مسيرة كبيرة. المسيرة الخضراء طبعا يوم تاريخي بالنسبة للمغاربة. كلام طبعا من والله الحكيم، يعني نتكلم عن الحكيم الحسن الثاني طيب الله ثراه. عندك محمد تغي. والله يا عبد الله، شوف، اولا هذه مناسبة وطنية. صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه تحدث عن المسيرة السلمية من التجديد والتغيير لمصلحة المغرب ولمصلحة صحراء المغرب. وأنا أعتقد المشاركة كانت مهمة جدا في سنة 75، شارك فيها أكثر من 350 مغربي من الكبار والصغار. وشاءت الصدف أن تشارك دولة الإمارات برعاية سامية من الوالد طيب الله ثراه الشيخ زايد، حيث أرسل ابنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كان عمره 14 سنة. وهذا يدل عبد الله على قمة العلاقات المرتبطة ما بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. أعتقد المسيرة تجسد ملحمة تاريخية وطنية للصحراء المغربية. وأنا أعتقد اليوم دولة الإمارات أيضا كشعب نحتفل مع أهلنا في المملكة المغربية وشعبها على هذا اليوم العظيم. 49 عام من العطاء، 49 عام من الاستقرار، 49 عام من الحق الذي طالب فيه صاحب الجلالة طيب الله ثراه الحسن الثاني. وأيضا في نفس الوقت الداعم الأول لهذه المسيرة اليوم هو الملك محمد السادس وولي عهده الأمين، أطال الله في عمرهم. وتبقى إن شاء الله الصحراء المغربية، والله يحفظ المغرب وشعب المغرب، وتربطنا فيهم علاقات قوية جدا، والله يديم علينا عز المغرب وعز الإمارات. يلي ما بغى نتعمى عينه هكا نديرو، يلي ما بغى نتعمى عينه هكا نديرو، يلي ما بغى نتعمى عينه هكا نديرو، يلي ما بغى نتعمى عينه نهار نقع رجاله كاع ما يغيروا.